السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. كمان يا ست الكل ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس علشان يوصلك منا كل جديد. وبرضه اوعى تنسى اللايك الحلو اللي بنستناه منك. ويلا بينا نعمل كده الفطار بتاعنا يا ست الكل، ونقول على بركة الله. هنعمل شوية محشي النهارده كده، قلت لازم برضه نعمل شوية محشي حلوين واحطهم في الفرن واجيب معاهم فرخة. بس خلينا نتفق اتفاق ان كل ما كانت الفرخه صغيره كل ما كان طعمها احسن طبعا في صينيه المحشي. الفرخه بتاعتي وزنها كيلو، عندي كيلو كوسه وعندي ربع فلفل وربع بدنجان وكمان زي تمن ورق عنب عشان اقول لك مقدار الرز قد ايه. عندنا الخضره بتاعتنا من كل حاجه واحده، شبت، بقدونس، نعناع فريش بيدي ريحه حلوه قوي للمحشي. عندي 3/4 كيلو طماطم مبشوره، عندي 3 بصلات وسط مبشورين، وعندي 3 كوبايات رز، نص كيلو ونص كوبايه. والبهارات بتاعتنا ما نطولش عليكي اكتر من كده، ويلا نخش في الفيديو. يلا بينا نحط نفضي الاول كل الزحمه اللي احنا عاملينها دي، ونفضي كده لان احنا اول ما لمينا طبعا حاجه المحشي الرخامه هتفضى. حطينا، انا ما بحبش المحشي المتسبك، حطينا كل حاجه اهو. كمان نزلنا بفنجان من الزيت، فنجان زيت صغير من فنجان القهوه. وتعالي اقول لك البهارات بتاعتنا: مكعب ماجي مبشور، كل حاجه بقى هقولها نص معلقه صغيره، قرفه، فلفل اسمر، كمون، بهارات اللي هي 7 بهارات، والملح معلقه كامله من المعلقه الصغيره. كمان معلقه صلصه من المعلبات، ولا بقى اسبك ولا حاجه. والاكل كده بيكون خفيف جدا. طبعا انتوا عارفين بعد الفطار كده نحس كابس علينا انهم مش قادرين نعمل حاجه، لا كده كل ما كانت الاكل خفيف كل ما كان احسن. بعد ما جهزنا الخلطه تعالي هي كمان نركنها على جنب، وتعالي هنا نقول لبعض حاجه ونتفق عليها: ان الفرخه لو شوحتيها من غير اي تتبيله ما بيبقى لهاش طعم، كمان لما بتبقى كبيره زياده عن اللزوم والله ما بتستوي وما بيبقى لهاش طعم، ودي امانه لازم نتفق عليها. دي نص معلقه صلصه، عليها كده 3 معالق ميه، ودول 3 معالق زيت. تمام. والتتبيله اللي هتبل بيها الفرخه: عندي نص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه قرفه وربع بهارات وكمان نص معلقه بابريكا، كلها معالق صغيره. البابريكا بتدي لون حلو قوي لاي حاجه عايزاها تاخد لون حلو، البابريكا بتدي لها لون حلو. هنا بقى نحط الملح في قلب جامد، الفرخه وزنها كيلو يعني مش هخاف من السوى. تعالي نقلب دول كده ببعضهم. بصي كده الخليط عامل ازاي. انا مش عايزه حاجه خفيفه، يا دوبك حطيت حاجه من الصلصه بسيطه، وزي ما قلت هنزل عليهم بنص ليمونه كمان كبيره. الفرخه كده بتبقى واخده ريحه وطعم تتبيله، يعني الصراحه غير اللي بتتحط دي تتشوح ويترش عليها الحاجه. يلا بقى ننزل بالتتبيله الحلوه دي كده على الفرخه، وخليها تتشرب منها كويس قوي شمال ويمين، ودخلي كده في قلبها كويس وسيبيها لمدة نص ساعة. ما تعمليهاش على طول، سيبيها نص ساعة فيها لحد على الأقل ما تشرب من التتبيلة دي نص ساعة. نبدأ بقى بتشويح الفرخة. لو كان عندي حبهان مطحون كنت حطيت في معلقة السمنة اللي هشوح فيها الفرخة، حطيت 3 فصوص حبهان علشان ريحتهم تطلع كده مع السمنة وتبقى ريحة الفرخة حلوة قوي وهي بتتشوح. بسم الله. هنزل بيها كده، نوسط بقى النار عليها، وكل حوالي كده يعني 10 دقايق نقلبها على الجنب التاني. نعمل بقى المحشي على بال ما الفرخه تتشوح علشان طبعا نكسب وقت. حطيت كده على الجزء الخشن، هنعمل واحده تانية. على الجزء الخشن كده اهو. خلاص الله يكون كده احسن التصوير، بياخد دور كده. جبت بقى الصينيه بتاعتنا كده، وزي ما انت شايفه حاطه فيها قلب الكوسه. انا مش باكله بس بحس كده ان هو بيخلي المحشي كده ريحته وطعمه حلو جدا. كمل بقى. تعالي بقى نقلبها كده بسم الله. بصي انا بحب ابدا بالصدر الاول علشان الحتت دي اكتر حتت بتاخد سوا، فبحب ابدا بيها. يلا كده على الجنب. نيجي للكوسه. هنا برضو انا ما بملاش الحاجه للاخر، لازم اسيب فيها شويه كده علشان الرز يستوي. كمان الحاجه ما تزيدش، ما تبقاش زايده عن الحد فتخرج طبعا بره الباذنجان او الفلفل او الكوسه. يعني مثلا كده بعد ما خلاص كده يعني وصلت بيها للاخر، ده كده الفراغ اللي انا بسيبه. بس طبعا الباذنجان بياخد رز اكتر من الكوسه، بس برضو انا ما بملاهوش للاخر. ولازم لما تحطي يعني تدخلي صباعك ده كده لازم تضمني ان الحاجه خلاص وصلت للاخر.
خلاص كده بالنسبه لي كده تمام. برضو نقلبها. خلاص نقلبها بقى على الزيت اللي فاضل. بعد بقى ما شوحناها كويس كده نطفي عليها النار. خلاص خلصنا المحشي اهو. في بقى شويه كده صوص من بتوع الفرخه، هعمل بيهم ايه؟ هنزل بيهم كده على برضو الفرخه، يدولها طعم حلو عشان تخر كده على المحشي وتديله طعم جميل اكتر ما هو جميل. حطيت كوبايتين بالظبط من الميه، كوبايتين كبار، معاهم نص مكعب ماجي مبشور، معاهم ربع معلقه فلفل اسمر، وكمان ربع معلقه ملح. يلا بينا كده بسم الله علشان نبدا ندخله الفرن. هيخش الفرن لمده ساعه، هنقرب الشبكه من الصاجه وهيخش لمده ساعه كامله. بس هتخلي النار متوسطه، يعني مش هتخليها حاجه عاليه قوي، لا هتخليها متوسطه علشان الاكل يستوي براحته. وكمان المحشي في الفرن بياخد وقت عن على البوتاجاز من فوق. وبس كده يا ست الكل، بعد ما حطيناها في الفرن لمده ساعه انا ما رضيتش اولع عليها الشوايه، انا حبيتها كده بشكلها ده. وانت بقى لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.